واش قالدين اليوم شهيت الوصفه التركيه كيسريه المشهوره بزاف في تركيا. السلام عليكم، جيتكم اليوم بهذه الوصفه التركيه اللي تقدروا ميم تشاركوا بها في الكونكور تاع عمر. الشروط مكتوبه تحت الفيديو والكونكور مازال مستمر. سهله مهله وبنتها كي العاده لهبه تاع الدنيا. الحاجه الاولى اللي نديروها في غيسيبيون درت كاس تاع الماء، كاس تاع الحليب يكونوا دافيين، 4 كاس تاع الزيت، مغرفه كبيره ما تكونش معمره مليح تاع خميره الخبز، ملعقه صغيره تاع الملح وملعقه صغيره تاع السكر. نخلطوا كامل السوائل ونلموها بالفرينه حتى نحصلوا على العجينه تكون طريه وتالقه روحها بهذه الطريقه. نغلفها ونخليها تريح ما بين نخدموا لافاغس تاعنا. هنايا حكمت جوج حبات تاع بصل اللي كنت قطعتهم مربعات يكونوا صغار مع زوج حبات تاع الطرشي، نحطهم هنايا في قدره، ندير لهم شويه تاع الزيت شويه تاع الملح ونحطهم حتى وين يتقلاو ويدبالوا مليح. بعدها نجي نضيف لا فيونداشي تاعي، تقدروا ديروا بولي اشي، هي الاصليه تجيب بالفيونداشي. توابل مكتوبين تحت الفيديو بالتفصيل. درت لهم زوج سنات تاع الثوم وندير لهم مغرف كبيره تاع طوماطيش تاع الباطا من عند عمو اللي راح تعطينا بنه بزاف هايله لهاد لافاغس. نقلي كلش مليح، بعدها نضيف زوج حبات تاع الطوماطيش اللي كنت نحيتهم ونزيد لها شويه تاع الماء، نخليها طيب مليح وندوروا لاباط. هنا كنت قسمت العجينه على 16 كوريه، كنت عمرت مليح البلون دو ترافي بالفرينه باش ما تلصقوليش الكوريات هذوما. هنا نفتحهم، شوفوا لاباط لازم تفتح رقيقه رقيقه رقيقه، تكون رقيقه مليح. نحطها طيب في مقله ولا في طاوه، نقلبوها على كلا الجهتين، شوفوا حتى تنفخ لكم بهذه الطريقه وخلوها تحمر شويه. والخبز لازم دائما تحتفظوا فيه في صاج. شوفوا هنايا لافاغس ما لازمش تنشفوها، نحكموا الخبز نطويوها على 4 ونغمسوها في ليكوتي بهذه الطريقه. نديروا طبقه على الفيونداشي ابخي طبقه تاع الخبز وهي رايحه حتى وين نكملوا كامل الطبق. نقدموها بصوص فخوماج وبصحتكم.